فيتوريا يوضح أسباب التعثر أمام موزمبيق وفرص التأهل لثمن نهائي كأس أفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة تشوفنا ياريت لايك للفيديو واشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على التعادل المخيف الذي حققه الفراعنة مع منتخب موزمبيق 2-2 في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس أفريقيا 2023. وقال فيتوريا في تصريحات تلفزيونية: منتخب مصر لا يزال يحتفظ بحظوظه في التأهل للدور الثاني رغم التعادل مع منتخب موزمبيق في لقاء الجولة الأولى. وأضاف: منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد وقدموا بداية مميزة، إلا أنهم أيضا واجهوا منتخب جيد وهو منتخب موزمبيق. وعن أسباب التعادل في مباراة أمس قال: الفراعنة فقدوا التركيز قليلا في بعض لحظات المباراة مما أدى تأخر الفريق بهدفين، إلا أن الفريق عاد ولا يزال يملك الفرصة نحو التأهل واستكمال مشواره في البطولة. وعن مواجهة غانا قال: إنه سيبدأ الاستعداد بشكل جيد لمواجهة النجوم السوداء، موضحا أن المنتخب الغاني هو منتخب مميز، مشيرا إلى أن الفراعنة لن يتأثروا بنتيجة موزمبيق. وأكمل تصريحاته: التعادل أمام موزمبيق لن يكون مؤثرا على تركيز الفريق في المباراة القادمة، مشيرا إلى أن الفرق الكبرى لا تتعثر بالبدايات، وموضحا أن تركيز الفريق حاليا على تلك المباراة.